تعالوا نعمل مع بعض احلى عيش صحي. عيش اهو البلدي بالردة. الناس اللي طلبت مني العيش الطري اللي بالردة، شايفين عامل ازاي؟ شايفين اهو كأنه توست بالظبط. هتاخدي 2 على الفطار بأي حاجة انت حابة تاكليها. شايفين الجمال، شايفين الكمية، بصوا حلو جدا. طعمه حلو جدا، طري وجميل نضيف بسيط، المكونات بسيطة جدا. يلا بقى نروح نشوف عملناه ازاي. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وبحبكم وبموت فيكم، وانتظروا مني كل فيديوهات جديدة ومفيدة. يلا نروح نشوف وصفتنا عملناها ازاي. يلا بينا نبدأ ونعمل مع بعض العيش المشبع جدا جدا للناس اللي بتعمل دايت. هتحس بالشبع بطريقة فظيعة. كوبايتين ردة، وكوباية دقيق، ومعلقة بيكنج باودر، ومعلقة خميرة، ومعلقة سكر. هنقلب كل المواد الجافة دي مع بعض كويس، وبعدين هيكون معانا كوباية مية دافية هنحطها وهنعجن بيها شوية بشوية على حسب ما تاخد معانا. يبقى احنا هنعجن بحوالي كوباية، انا خدت معايا كوباية الا ربع. هفضل اعجن فيها خالص خالص كده لما تبقى طرية خالص ويابسة، وده لما ما تلزقش كده معايا خالص. هحط رشة زيت تحت في الطبق او البولة، وهحط رشة زيت على الوش واسيبها تختمر لحد 10 دقايق ربع ساعة على حسب نوع الدقيق معاكي او الردة. هنا كان شكلها بعد ما اختمرت بدأت ان انا اعملها كور صغيرة كده. لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وشير وتعليق حلو كده بيفرحني. هعملها كور صغيرة كده لان انا عايزة اعملها شبه التوست كده. يعني اللي حابب يفطر هياخد 2 هيشبعوه، خلاص هيقفل معاه اليوم كله. بعملها كور صغيرة وهسيبها ترتاح 10 دقايق كده او 5 دقايق، وابدأ ان انا اشتغل فيها. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا اغطيها، وهنا كنت نقلتها في الطبق ده عشان افردها. بدأت ان انا افردها كده. طبعا شوفوا ده الغلط اللي انا وقعت فيه، انا سايبه لكم الفيديو كامل عشان ما تقعوش في الغلطات بتاعتي. بالكوبايه لزقت وما نفعتش، فانا بدأت الاحسن حاجه ان انت هتفرديها على كف ايدك، او هتفرديها على الرخامة او على كيس او اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده. تبدأي تفرديها تبقى مدورة عندك كده زي القرصة او البرجراية كده، زي البرجر كده بالظبط. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ وهفرد كل الكمية اللي معايا وهسيبها ترتاح، وهبدأ ان انا اسوي من اول واحدة انا فردتها. هجيب طاسة هتكون سخنتها، وبعدين ههدي النار وابدأ ان انا اعملها على الوشين تستوي على الوشين. وبجد بجد هتعجبكم جدا وطعمها حلو. والاحسن من ده كله بقى ان هي مشبعة جدا جدا جدا، لانها كلها ردة، والردة بتملى المعدة بتحسسك بالشبع لفترة طويلة جدا. فهتبقى حلوة جدا للناس اللي بتعمل دايت، وطرية. انت ممكن هتخزنيها تطلعيها تسخن كده او تفك كأنك لسه عاملاها طازة. شايفين من جوه طرية عاملة ازاي؟ حلوة جدا. اتمنى تجربوها. باي باي.